مرحبا بكم مجددا في قناة فيلم في برشامة. سأعرض عليكم اليوم فيلم جريمة وإثارة أتمنى أن تستمتعوا به. بعد 7 سنوات من الحبس، تم إطلاق سراح المقامر جاك جرين أخيرا من السجن. بعد عامين من إطلاق سراحه، ذهب هو وشقيقه بيلي إلى أحد أهم الكازينوهات في المنطقة بهدف استعادة الأموال المستحقة لهما من المالك، زعيم العصابة دورثي ماكا. تجاهلا لنصيحة حارسه الشخصي بول، سمح لجاك بالانضمام إلى لعبته الخاصة. في طريقه إلى الأعلى، تردد جاك في ركوب المصعد بسبب رهاب الأماكن المغلقة، لكن الحراس الشخصيين الآخرين ذكروه بأنه يجب عليهم الصعود إلى 20 طابقا، لذلك استسلم وركب المصعد أثناء محاولته مقاومة نوبة ذعر. كان أول رهان لجاك على رمي عملات ضد لاعب آخر على الطاولة، والذي خسره، لكن هذا عن قصد، فهو يتلاعب بماك ليجعله يشعر بالأمان الزائف، لذا عندما يراهن معه بنفس الرهان، يفوز هذه المرة. يسارع بيلي وجاك لمغادرة الكازينو وحقيبتيهما مليئة بالنقود، وفي طريقهما للخروج، أوقفهما زاك، وأخبرهما أنهما في خطر وأنه يمكنه مساعدتهما قبل أن يعطي جاك بطاقته. هذه المرة، قرر جاك أن يصعد السلم، ولكن قبل أن يتمكن من النزول خطوة واحدة، أغمي عليه وسقط على الأرض عندما تم الكشف عن البطاقة التي تقول له استخدم المصعد. بينما يتم نقل جاك إلى المستشفى، يعبر ماكا عن مخاوفه لبول. لابد أن جاك يريد انتقاما أكبر بعد 7 سنوات في السجن، وخاصة بعد الحادث مع زوجة أخيه، لذلك يأمر ماكا بول بتعيين أفضل قاتل مأجور في العمل للتخلص منه. في المستشفى، قيل لجاك أنه لم يتم العثور على سبب لفقدانه الوعي حاليا، لذلك يجب أن يعود إلى المنزل ويرتاح أثناء انتظار نتائج فحص الدم. يذهب بيلي إلى منزله بينما يأخذ جاك الحراس الشخصيين للحماية، ولكن يتم إطلاق النار عليهم جميعا بمجرد وصولهم. السبب الوحيد الذي يجعله يتمكن من النجاة هو أنه يجد بطاقة على الأرض مكتوب عليها التقط هذا، لذا ينحني للقيام بذلك بالضبط، ويحاول الهروب بسيارته، لكن السائق يصاب أيضا. لحسن حظه، يصل زاك في الوقت المناسب لإنقاذه ونقله بعيدا. لا يستطيع القاتل المأجور سورر أن يفهم كيف أخطأ، لأنه لا يخطئ أبدا، ويفترض أن شخصا ما يجب أن يكون قد أبلغ جاك. ومع ذلك، ما يقوله لماكا عندما يوبخه هو أنه أخطأ لأنه ليس كفءا. وفي الوقت نفسه، يأخذ جاك لمقابلة شريكه آفي، الذي وضع يديه بطريقة ما على الملف الطبي لجاك. ظهرت نتائج الاختبار، جاك مصاب بمرض نادر في الدم سيتسبب في وفاته في غضون 3 أيام. يقدم الرجال لجاك حمايتهم مقابل شرطين غير قابلين للتفاوض: يجب أن يعطيهم كل أموالهم، وأن يفعل أي شيء يطلبونه، بما في ذلك الإجابة على أي أسئلة. يمنحونه 3 ساعات لاتخاذ القرار، لكن جاك يغادر دون أن يقول كلمة لأنه مقتنع بأنهم يحاولون خداعه. والنتائج التي يحصل عليها في المستشفى هي نفسها، لكن جاك يعتقد مرة أخرى أن المختبر يجب أن يكون مدفوع الأجر من قبل زاك وآفي، لذلك يحصل على رأي ثاني من طبيبه الخاص، الذي يمنحه أيضا نفس التشخيص. بعد تهديده بمسدسه للتأكد من أنه لن يتقاضى أجرا أيضا، يعترف جاك بأنه ليس لديه خيار، وبعد أخذ المال من البنك، يعود لقبول صفقة الرجال. بينما يخرجون في جولة، يشرح آفي سبب أخذهم المال منه: هم يقرضون الناس الأموال، وستكون أموال جاك هي التي سيقرضونها اليوم. بعد زيارة عميلهم الأول لإعطائه المال، يطلب آفي من جاك أن يخبره بكل شيء عن تاريخه مع ماكا. كان لدى ماكا 3 رجال أغبياء للغاية يعملون معه ويطلق عليهم اسم ال3 الوقحين. لقد فقدوا رجل المقامرة الخاص بهم قبل مباراة كبيرة، وكانوا يعلمون أن جاك لاعب جيد، لذلك اتصلوا به ليحل محله. أراد جاك الرفض، لكنهم هددوا عائلة بيلي، لذلك كان عليه أن يقبل لحمايتهم. ومع ذلك، أثناء اللعب، بدأ الرجال الآخرون على الطاولة في إهانة جاك ووالدته. لم يقبل جاك ذلك، لذا بدأ معركة بالأسلحة النارية، وانقطع التيار الكهربائي، واختفت الأموال، والشيء التالي الذي عرفه أن شخص ما ذكر اسمه وكان جاك قيد الاستجواب من قبل الشرطة. لمنعه من التحدث، هددوا ابنة أخية وقتلوا زوجة أخيه عن طريق الخطأ عندما حاولت حماية ابنتها. لم يخبر جاك رجال الشرطة أن ماكا نظم الألعاب، وتم إرساله إلى السجن لمدة 7 سنوات. خلال ذلك الوقت، أزعج ال3 ماكا بطريقة ما، مما أدى إلى استخدامه لهم كغطاء له. بعد زيارة مجموعة من العملاء، أرسل جاك للإقامة في فندق. في هذه الأثناء، يزور ماكا وبول زعيم العصابة سام جولد، الذي يعتبر الشخصية المثالية التي يرغب جميع زعماء الجريمة الآخرين في أن يكونوا مثلها. ومع ذلك، لا يستقبل جولد زوارا أبدا، لذا يلتقيان بدلا من ذلك بمستشارته ليلي ووكر، التي تقبل التوسط في صفقة بودرة مع ماكا. كما تذكره أيضا أن جولد لا يحب الشهرة ولا يمنح فرصا ثانية. بعد فترة، يعطي جاك وآفي المزيد من المال قبل أن يسأل عن وقته في السجن أثناء لعب الشطرنج مع آفي. كان لدى جاك خياران: 14 عاما من الوقت العادي أو 7 سنوات من الحبس الانفرادي،
لذلك اختار الحبس الانفرادي. كانت زنزانته بين رجلين، أستاذ شطرنج ومحتال، كان هناك لفترة طويلة، وبينما لم يتحدثا مع بعضهما البعض أبدا، كان يعرفان كل شيء عن بعضهما البعض. وخلال السنوات الخمس الأولى من حكم جاك، كان الثلاثة يتواصلون عن طريق إرسال رسائل مكتوبة على كتب المكتبة، وهكذا تعلم جاك صيغتهم للفوز بأي لعبة في العالم. كان الرجلان يخططان للهروب من السجن ووعدا بأخذ جاك معهما، ولكن عندما غادر أخيرا، اختفيا دون أن يقولا شيئا وترك جاك خلفهما. وعندما أطلق سراحه بعد عامين، اكتشف أن هذين الرجلين أخذا كل أمواله ولم يترك وراءهما سوى ملاحظة تقول إنك لا يمكنك أن تصبح أكثر ذكاء إلا من خلال اللعب مع خصم أكثر ذكاء. لذلك بدأ جاك في استخدام الصيغة لجعل نفسه ثريا في الكازينوهات المختلفة. ومع مرور الأيام، يواصل جاك العمل من خلال زيارة العديد من العملاء وإقراضهم أمواله الخاصة. من المفترض أيضا أن يهددهم إذا لم يدفعوا، لكنه لا يستطيع أن يجبر نفسه على إيذاء الأبرياء اليائسين. وفي الوقت نفسه، يربط آفي وزاك جانب جدار بشاحنة، وعندما يسحبان، يكسران الجدار المذكور ويسرقان الخزنة الموجودة على الجانب الآخر. تحتوي هذه الخزنة على البودرة الذي وعدت ماكا ليلي به، لذلك عندما يكتشف أنه تعرض للسرقة، يرسل بول لحل هذه المشكلة مهما كلف الأمر. يذهب بول لمقابلة منافسهم، زعيم العصابة اللورد جان، الذي يقبل تزويدهم بالبودرة في مهلة قصيرة ولكن فقط مقابل سعر مبالغ فيه. يذهب جاك وزاك وآفي وفريقهم إلى الفندق حيث سيتم التبادل. يتسللون إلى غرفة بجوار البلطجية لعمل ثقب في الحائط وحقن غاز منوم، مما يجعل رجال ماكا وجان ينامون. ثم يسرقون المال والبرودة، ويصورون الأمر وكأنه ماكا هو الذي سرق جان. بعد فترة، يتلقى جاك مكالمة من بيلي، الذي يخبره أنه كان يسأل حوله واكتشف أن زاك وآفي خطيران للغاية، لذلك يجب على جيك الخروج من هناك. لا يستمع جاك ويعود إلى العمل، حيث يريدون منه إطلاق النار على عميل خائف. يرفض ويحاول إطلاق النار على آفي بدلا من ذلك، لكنه يدرك أن المسدس فارغ قبل أن يضربه آفي. يستيقظ جاك بعد ساعات في الفندق ويتلقى مكالمة من آفي يخبره بأنه نجا من يومه الثالث، لذا يجب عليه إجراء فحص طبي. بعد أن زارته ابنة أخيه وبيلي، الذي ترك له مسدسا في حالة الطوارئ، يذهب جاك لرؤية طبيبه، الذي يؤكد أن التشخيص كان خاطئا وأن جيك بخير. يحاول الاتصال بآفي والمطالبة بالإجابات، لكن آفي يقول فقط إنه سيضطر إلى الانتظار. وفي الوقت نفسه، كان بول يجمع المعلومات، وظهر اسم جاك كمتورط في جميع المشاكل التي مر بها رجاله، لذلك أمره ماكا بقتله. عندما عاد جاك إلى الفندق، كان آفي وزاك ينتظرانه ويحذرانه من أن عصابة ماكا ينتظرونه داخل الغرفة. يهرب جاك ويلاحقه الرجال، لكنه تمكن من التخلص منهم، خاصة عندما ينزلق أحد أفراد العصابة ويطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ. يجد المجرمون الآخرون الجثة ويعتقدون أن جاك هو من فعل ذلك. يذهب جاك لرؤية آفي وزاك في مكتبهما، حيث يعترفان بأنهما كانا يعرفان دائما أن جاك لم يخبرهما بالحقيقة الكاملة عن صفقته القديمة مع الثلاثة الوقحين. كان هؤلاء المهرجون الثلاثة ينتظرون جيك عندما خرج من السجن لقتله، لأن ما فعله تسبب في طردهم من قبل ماكا. ولإنقاذ حياته، عرض على الثلاثة صفقة، حيث سيعطيهم كل شهر 3% من أي أموال يقرضونها له. في المرة الأولى، وافق واحد فقط من الثلاثة على الصفقة، ولكن عندما رأوا أنه التزم بالصفقة، أرادوا جميعا المشاركة، هذه المرة مقابل 4%. في الحقيقة، كان جيك يدفع لكل من الثلاثة بأموال أحد من الأفراد الآخرين، لذلك لم يخسر أي شيء. وصل الأمر إلى نقطة لم يعد لديهم فيها المزيد من المال لإقراضه، لذلك اقترضوا من ماكا، الذي سرعان ما أصبح مهتما برجل الثلاثة الغامض الذي يصنع المال. بعد المقامرة بمبالغ ضخمه وجعل نفسه غنيا، اختار جاك تلك اللحظة لقضاء إجازة مع أخيه وابنة أخيه، وكان ذلك عندما قتل ماكا الثلاثة لعدم سدادهم له. وبالحديث عن ماكا، كان يتناول العشاء في مطعم فاخر عندما زاره أفراد العصابة، الذين أخبروه أن جاك هرب. يتعرف سور على عشيقة جان التي تتظاهر بأنها نادلة، فيطلق عليها النار قبل مغادرة المطعم وذهبوا للحاق بسائقها. لكن إطلاق النار ما زال قائم ولم يتمكن إلا من إيذائها، وليس قتلها، لذا قبل أن تموت، تمكنت المرأة من إطلاق النار على إصبع ماكا في وسط الضجة. ثم يتم إرسال سور إلى مخبأ اللورد جان لقتله هو ورجاله. بالعودة إلى جاك، لا يزال يتحدث مع زاك وآفي أثناء لعبهما للجولف على السطح. يشرحان له أنه لا أحد يرى الذهب أبدا لأنه غير موجود بالفعل، إنه مجرد تمثيل للأنا وتجسيد للجشع، لديه السلطة فقط على أولئك الذين يستثمرون فيه. لذا ما يحتاجه جاك هو تغيير قواعد ما يسمح له بالسيطرة عليه. بعد ذلك، يأخذ جاك بقية أمواله من البنك ويتبرع بها كلها قبل التسلل إلى غرفة نوم ماكا. بينما كان يقاتل الأصوات في رأسه التي تمثل غروره، اعتذر جاك لماكا لخداعه وسرقة أمواله،
وتقبله كزعيم عصابة متفوق، وأخبره أنه قدم تبرعا باسمه قبل المغادرة. لمواجهة مخاوفه، أخذ جاك المصعد الذي تعطل في الطابق 13. أثناء محاربته لنوبة ذعار، دارت محادثة في ذهنه رفض فيها غروره، وخرج أخيرا من اللعبة كرجل حر. بمجرد أن يعمل المصعد مرة أخرى، وصل جاك إلى الطابق الأرضي ووجد ماكا ينتظره بمسدس، وقد أصابه الجنون بسبب غروره. ومع ذلك كان جاك لا يشعر بالخوف إطلاقا، ومشى ببساطة بجانبه، مما دفع ماكا إلى الجنون لأنه لا يستطيع أن يفهم كيف لا يخافه شخص ما، وبدأ في البكاء لأنه أدرك مدى الإذلال الذي تعرض له. في صباح اليوم التالي، أحضر بول لماكا جميع الصحف المحلية ليرى اسمه مطبوعا في كل مكان. لم يكن جاك يكذب عندما قال إنه تبرع باسم ماكا، والآن يعتقد الجميع أن مالك الكازينو يهتم بالمجتمع. ماكا سعيد بأخذ الفضل، لكن سعادته قصيرة الأمد. أبلغه بول أيضا أن جاك لديه البودرة وأنه كان يلعب به طوال الوقت. يذهب بول وسور وبقية أتباع ماكا لزيارة بيلي الذي تمكن من إخفاء ابنته في الخزانة عندما أدرك أن أحد حراسه الشخصيين قد خانه. بمجرد العثور عليه، بدأ الرجال في إيذائه أثناء استجوابه، ولم يصدقوا عندما قال إنه لا يعرف مكان جاك والبودرة. تتصاعد أساليب بول بسرعة، ويبدأ سور في الشعور بعدم الارتياح، خاصة عندما يجعلون الفتاة تخرج من الخزانة بعد سماعها تبكي. يرفض سور إيذاء طفل، ويبدأ في قتل فريقه بطريقة منهجية وفعالة، لكنه يرتكب خطأ في النهاية ويقتل أيضا. في هذه الأثناء تزور ليلي ماكا، تحضر له إكليلا أرسله جولد الذي لم يكن سعيدا برؤية اسم ماكا في كل مكان في الصحيفة لأنه لا يحب الدعاية. تخبره ليلي أيضا أن وقت ماكا قد انتهى ولن يحظى بفرصة ثانية، مما يجعله يدخل في نوبة ذعر أخرى. يأخذ آفي وزاك جاك والبودرة إلى كازينو ماكا، حيث يهزم آفي أخيرا جاك في لعبة شطرنج، بينما يعترف بالتفاصيل القليلة الأخيرة من القصة. كان هو وزاك من الرجال في الزنزانات المجاورة لسجن جاك، وكان يريدان دائما أن يبتعد عنه، لكنه لم يكن مستعدا لقبول الحقيقة، مما يعني أنهما لم يكونا سوى من وحي خيال جاك. لسوء الحظ، لم يكن لديه الوقت لقبول هذا، لأنه في تلك اللحظة جاء حراس الكازينو الشخصيون ليأخذوه لرؤية ماكا التي كانت الفتاة معه. بعد إسقاط أكياس البودرة على الأرض، أخبر جاك ابنة أخيه أن كل شيء سيكون على ما يرام، مما أثار جنون ماكا، لأن جاك لا يزال لا يظهر أي خوف حتى عندما يوجه مسدسه إلى الطفلة. يتسبب الإذلال في وصول أصوات الأنا في ذهن ماكا إلى استنتاج مفاده أن جاك لا يستطيع إيذاء رجل ميت، لذلك وضع المسدس على رأسه وأطلق النار. تأكد من الاشتراك وتشغيل الإشعارات حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. شكرا للمشاهدة.